نتكلم في خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر وحش زي ما احنا شفناه في الصورة المصغرة، ناس كتيرة عاملة فيديوهات وبوستات عن صورة وفاء وكاتبين عليها وفاء. طيب اولا شوف الفيديو بتاعنا للاخر عشان تفهم القصة كلها. اولا وفاء ما توفتش ولا حاجة، ده هو كل الموضوع دخلت عمليات وتعمل عملية، وعملية اللوز يعني مش عملية كبيرة يعني. اي نعم عملية اللوز للصغيرين بتكون حلوة شوية عن الكبار، ولكن ناس كتيرة عاملة اشاعات وفاء وفاة داخل المستشفى هتموت، مش عارف يعني ليه كسب المشاهدات والشغل ده على حساب حاجه زي كده. دي اول حاجه. تاني حاجه محدش يعرف ان وفاء داخله اصلا مستشفى، يعني حتى اولادها نفسهم ما يعرفوش ان وفاء داخله مستشفى. دي حاجه. الحاجه الاخيره بقى ان كل الناس وناس من تبعهم عامله الحته وفاء. انا مستغرب ليه في ناس يوتيوبريه كبار عاملين برضو موضوع وفاء. طبعا دي حاجه مش كويسه على الاطلاق. طبعا لما قالوا على ام زياد برضه وفاه ام زياد والشغل ده ماشي، كانت ام زياد توفت وكل حاجه، ولكن كان الموضوع خد اكبر من حجمه شويه. اي نعم هي كويسه وبتاع، ولكن كان كله نزل بقى على وفاه ام زياد والشغل ده. خلينا في موضوع وفاء الموضوع بتاعها خفيف وسهل خالص، ولكن الناس اللي كبرته وعملت من الموضوع ازاي؟ اول حاجه انه مفيش اي حاجه اصلا، ده كل الموضوع عمليه لوز. يعني عمليه لوز دي ما بتاخدش مثلا نص ساعه في العمليه، نقول ساعه في العمليه، يعني الموضوع سهل اصلا، ده لوز. فليه بقى الناس كاتبه وفاء دخلت العمليات، وفاء راحت هنا، ووفاء عملت؟ مش مستاهل اصلا الموضوع ده، الموضوع زاد شويه عن حد، فلازم الناس تخلي بالها عشان ما يجيش عليك في الاخر. وانا كده اتكلمت في الفيديو كله، وما انساش تعمل لايك وتتابعني على الصفحه بتاعتي وتتابع قناتي عشان انزل لكم الاخبار دي اول باول عن حمدي ووفاء. طيب في حاجه نسيت اقولها، الناس اللي بتكتب التعليقات تحت انت بتهرف اي كلام، لا، الكلام اللي انا بقوله طالع منهم هم، طالع من حمدي ووفاء نفسهم. الاخبار اللي انا بجيبها من عندهم هم، يعني ما بروحش اجيب اي حاجه من زي الناس اللي بتعمل اي صفحات وخلاص، لا انا بجيب من عندهم هم. هتقول لي تعرف